قناة شمس وقمر. اتمنى تكونوا بخير وبصحة وسلامة. هتودينا فين يا شمس النهاردة؟ يلا بينا هنكمل جولتنا في العوايد، علشان العوايد بتضم عدة عزب. فين العوايد؟ العوايد تقع شرق الاسكندرية، حي اول المنتزه. بتضم عدة عزب زي عزبة سكينة صورنا فيها من يومين، وفي عزبة القلعة، وفي عزبة محسن، وعزبة ناصر. طب ليه يا شمس سموها العوايد؟ هقول لكم ليه. سموها العوايد عشان هي اخر مكان بيودي للبحيرة يا جماعة. من البحيرة برضو تيجي العوايد، يعني العوايد تعتبر سرة البلد، تمام؟ عشان كده سموه العوايد، يعني بتروح وتيجي من العوايد. طب لو انت حابة تيجي عزبة سكينة او عزبة محسن او عزبة القلعة، هنروح ازاي يا شمس؟ هتيجي تحت كوبري العوايد وهتركبي توك توك من التكاتك اللي واقفة دي ب5 جنيه بقى، ب10 جنيه على حسب. في ناس بتودي ب5 وفي ناس بتودي ب10، تمام؟ هيوديكي عزبة سكينة في قلب السوق، يا هيوديكي عزبة القلعة برضو في قلب السوق. يلا بينا هنركب التوك توك، تمام؟ واول ما ننزل هنكمل معاكم ان شاء الله، وهنشوف الحكاية ايه في عزبة القلعة النهارده. ندخل عزبة القلعة برجلنا اليمين عشان مكان اول مرة نروحه واول مرة ناخد فكرة عنه، طبعا بناء على طلب الناس كتيرة جدا. يا شمس تعالي صوري في عزبة القلعة وتعالي صوري في عزبة سكينة. طلباتكم اوامر، واي حد هيطلب طلب ان انا اصور فيه يا جماعة قولوا لي، وانا ان شاء الله اكتبوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هلبي طلباتكم لو قدرت. اسفة جدا ان انا طولت عليكم، ونقولوا بسم الله واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الكوبري موقف كبير زي ما انتم شايفين، موقف كبير جدا وفي فاكهه. الموقف ده محطه، موقف تروحي برضو منه خرشد. من هنا برضو المكان الوحيد اللي بيودي الخرشد يا جماعه. وبرضو لما تيجي من الاماكن دي من البحيره او من خرشد هتيجي برضو العوايد، تمام؟ يعني يعتبر العوايد سره البلد. فيها موقف كبير زي ما انتم شايفين هنا تحت الكوبري. العوايد اول السوق اهو، طبعا على اول السوق على طول محلات كتيره جدا في عزبة القلعة زي ما انتم شايفين كده، محلات بقالة وجزارة الصالحين. تعالوا بقى نشوفوا، ندخل على جزارة الصالحين وهنشوف عندهم الاسعار ايه، تمام؟ يلا بينا. بصوا مفروم ممتاز ب160، تمام؟ وهنا صدق ممتاز 160 برضو، صدق مخصوص ب200، وفي مفروم مخصوص ب200 زي ما انتم شايفين. يعني بصوا ناخد فكره بس عن الاسعار ونشوف الدنيا ايه. حضرتك الجبنه عامله كام؟ قول لنا الجبنه عامله كام؟ المتر 70 جنيه، شيدر 70، والموتزاريلا بكام؟ ب120. كيس الخضار ده عامل كام؟ الخضار اللي هو المشكل اللي هو بتاع البسله عامل كام؟ 20 جنيه. ده قد ايه؟ كام جرام؟ 400 جرام. والمشكل كام؟ 17 ونص، 400 جرام. كيس الملوخيه 15. الله ينور. زي ما انتم شايفين يا جماعه بسمه، ومن انضف المنتجات هي بسمه يا جماعه، تمام؟ يلا النهارده ان شاء الله هناخد جوله جديده لاول مره ان احنا نيجي المكان دون في عزبه القلعه، وهنشوف الاخبار ايه. زي ما انتم شايفين كده جزاره ومشويات الصالحين. بتشووا؟ الشوي عندكم كيلو ايه؟ الشوي ب25 جنيه. يعني اي كيلو انت حابه تاخديه اللي هو اللحمه المفرومه تعملي كفته، تاخدوا على الكيلو 25 جنيه. يعني يا جماعه عايزين اللي حابب بقى يعمل كفته تعمل اي مشويات. والفرخه الفرخه الصغيره ب25 والكبيره ب35. وكيلو الكفته 30 بس مش 35. ب30 كيلو الكفته مشويه جاهزه ب220. يعني ده يعمل لك اللحمه وحاجه مخصوصه ونضيفه يعني. زي ما انتم شايفين عند جزاره ومشويات الصالحين في اول عزبه القلعه. صح كده كلام؟ ناس هنا كويسين، اول مره نيجي هنا ونصور هنا، ربنا يسهل لكم الحال ان شاء الله. يلا بينا هنكمل ونشوف الاسعار ايه النهارده. بينا بصوا الطماطم ب5 جنيه يا جماعه، هي بسم الله ما شاء الله. يعني
تعتبر في اي مكان برضو نفس السعر ب5، وزي ما انتم شايفين يعني الاسعار تعتبر مقاربه للاسعار اللي عندنا في محطه والاماكن دي. والبطاطس ب10 جنيه حلوه يعني، بسم الله ما شاء الله. تحمير دي تحمير. والبصل ب8 جنيه اهو يا جماعه. تمام 8. ولو خدت 2 ب15. لو خدتوا 2 يا جماعه ب15. يعتبر الاسعار زي ما انتم شايفين كده. من ب 5 جنيه واللي تاخد 5 ب 5 ب 20 جنيه. مع الكابتن هنا عامل عرض. بتاخد قد ايه؟ ب 20 جنيه 5 و5 جنيه. يعني لو هتاخدوا 5 كيلو هيحسبهم لكم ب20، لو كان هتاخد كيلو هتحسبها ب5 جنيه. صح؟ صح زي ما انتم شايفين كده. ومعلش بقى كل الناس تقول له ربنا يشفيه علشان هو وقع على ايده وايده مكسوره كده. معلش يا كابتن، ربنا يسهل لك الحال ان شاء الله. يلا بينا هنكمل في عزبه القلعه ونشوف الاسعار ايه النهارده. بصوا البطاطس ام نقطه حمراء بتاعت التحمير ب 13 جنيه، يعني مش غالي. السوق ده يعتبر الاسعار بتاعته زيها زي اي مكان تاني. تمام، عشان الناس اللي بتقول سوق القلعه ده عالي، لا سوق القلعه مش عالي. البتنجان بكام؟ بتنجان بكام؟ ب 13 جنيه البتنجان. والبتنجان شادد حيله. نتمنى ان الاسعار اقل من كده علشان الناس كلها تعيش والناس كلها تاكل زي ما انتم شايفين كده. الفلفل بكام الربع؟ النص كيلو ب5 جنيه يا جماعه. تمام زي ما انتم شايفين اللي هو الفلفل البارد والفلفل الكوبي زيه برضو النص ب5. الله ينور الله ينور. ورق العنب الربع ب 15. ربع كيلو ب15 برضو في محطة مصر عشان احنا بنقارن بالاسعار برضو ب15 جنيه يا جماعة. تمام. الزبدة دي ده طبعا يا جماعة الحاجة فلاحين والحاجة دي فلاحين، يعني الحاجة دي ما فيهاش غش، حاجة على ابوها نضيفة جدا. عندها البقري وعندها الجاموسي. بكام البقري؟ 150 والجاموسي ب 160. البقري ب 150 والجاموسي ب 160. تمام. ولو فيها حاجة الناس هتجيلك هتجيبها لك زي ما هي. زي ما انتم شايفين هنا اجدع ناس بصراحه في سوق القلعه. تعالوا بقى نشوف البتنجان الكوبي عامل كام. ب10 جنيه بتنجان الكوبي. والخيار ب15 جنيه الخيار. كوسه فلاحي اهيت للمحشي. يلا تعالوا هنا وخدي وحشي. بكام؟ ب15 زي ما انتم شايفين. الكابوتشايه عامله كام؟ كابوتشايه ب10 جنيه. يلا سعاد الاسعار اهي كويسه وحزمه بجنيه زي ما انتم شايفين. والخصايه عامله كام؟ 5 جنيه الخصايه. بصوا خصايه كده بتاعت الفلاحين. بصوا بسم الله ما شاء الله. الملوخيه عندك بكام؟ ب15. ملوخيه ايه فلاحي يا جماعه طازه. مكملين في سوق القلعه ونشوف الحكايه ايه النهارده. يلا بينا وربنا يسهل الحال لكم ان شاء الله. متشكرين شكرا. هنكمل النهارده جولتنا في سوق القلعه ونشوف الحكايه ايه. برضو في سوق القلعه يا جماعه بصوا ملابس برضو اهو، يعني السوق كامل متكامل. في ملابس اهي هنا. تمام محل ملابس اهو. تمام. صباح الخير، عاملين ايه؟ الله يخليك الله يبارك لك يا رب. عندكم الفلفل الالوان بكام؟ الربع ب7 جنيه فلفل الالوان اهو يا جماعه. تمام. الفاصوليا عندك بكام؟ ب15 جنيه كيلو الفاصوليا. القلقاس ب30. ماسك 30 في كل الاسواق على فكره. 30 جنيه. الباميه الفلاحي ب40 جنيه الباميه الفلاحي يا جماعه. تمام. هناخد البطاطس. كام البطاطس؟ ب 13 جنيه البطاطس برضو ماسكه سعر 13 يا جماعه زي ما انتم شايفين. والجزر ب7 جنيه. البصل الابيض الصغير ده الابيض ب10 والاحمر ب10. والفلفل الكوبي بتاع المحشي ده الربع ب3 جنيه زي ما انتم شايفين. والفلفل الربع ب3 جنيه. تمام كله زي بعضه. الملوخيه ب 12 جنيه. والخيار الخيار ب 15 جنيه. والخيار ب15. ليمون الربع ب8 جنيه. ماسك سعر الليمون يا جماعه زي ما انتم شايفين. هنا الاسعار النهارده في عزبه القلعه. وزي ما انتم شايفين حبينا ناخد فكره عن السوق النهارده. وزي الاسعار هنا تعتبر زي كل الاسواق اللي احنا بنصور بيها. يلا بينا هندخل ونشوف ايه تاني في عزبه القلعه. متشكرين لحضرتك شكرا. صباح الخير، ناخد فكره عند حضرتك. تمام. كيس البسمه ده عامل كام؟
ب20 جنيه يا جماعه كيس البسمه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كيس الباميه عامل كام؟ ب20 400 جرام كيس الباميه يا جماعه. الكبده عندك المتلجه ب140 يا جماعه. واللحمه المفروم المخصوصه ب200. والكفته صدق، والصدق ب200. والكفته سوسيس بكام؟ ب160. عندكم ايه ده؟ عندكم عيش بالبسطرمه وكفته وارز. دي حاجات كانت من زهرة جمال الجبالي، موجوده هنا في عزبة القلعه. شكرا لحضرتك. يلا بينا هندخل اسماك عروسه البحر. اهو اسماك عروسه البحر. هنشوف الاسعار الاسماك عندهم بكام. بكام الموزه دي؟ الموزه ب60. ب60 جنيه الموزه اهي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، يعني طازه لسه جايه اهي زي ما انتم شايفين كده. مرجان 80 جنيه المرجان. حاجه طازه اهي ونضيفه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يسهل لك الحال يا رب. والمازيليا ب100. والمازيليا ب100. تمام. والمكرونه ب100. والمكرونه ب100. تمام. كل حاجه لسه زي ما انتم شايفين كده كامله اهي لسه جايه. البسارية عندك بكام؟ 30 جنيه البسارية اهي يا جماعه، طازه ولسه جايه. موسم البسارية الايام دي بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف السمكيه اللي عنده دي. التونه دي بكام دي؟ التونه الاصليه مخليه ب120. التونه الاصليه مخليه ب120. انت بتقطع بقى بالكيلو على حسب؟ بقطعها بالكيلو وبخلي العظم والجلد بتاعها. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بينضفها ويخليها من العظم ويقطعها. الكيلو بكام قلنا؟ ب120. عندك شوي؟ لا انا ببيع بس والله ما عنديش تجهيزات. بيشوا بره زي ما انتم شايفين يا جماعه. السمكيه ممكن بس نستسمحك بس تحاول ترفعها لنا بس عشان نصورها. الكبيره دي زي ما انتم شايفين تبقى طازه كده زي ما انتم شايفين كده. النغاشيش بتاعتها حمراء. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ممكن توقفها لنا بس ايه كده نصورها؟ بس انا مش هقدر اشيلها. لا نوقفها لنا. ايوه زي ما انتم شايفين. يلا بينا هندخل على سمك الغلابه يا جماعه في عزبة القلعه محل السويسي. هنشوف الاخبار عنده والاسعار واصله لحد فين. بكام السمك الصغير ده؟ الصغير ده 25. ب25. الخنيني ب60. والخنيني ب60. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا الحاجه على الطبيعه. ايوه زي ما انتم شايفين حاجه البطرخ ده مبطرخ. ايوه البطارخ يا جماعه زي ما انتم شايفين حاجه طازه ونضيفه زي ما انتم شايفين كده. والبولتي البولت حي اهو ب 70. ب70 جنيه. تمام. مسك سعر البولتي. تمام. واللي هو اللي يعتبر اكبر شويه 40 50. 40 50 50 زي ما انتم شايفين كده. البياض ب 80. والبياض ب80 جنيه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. عندك الشوي الكيلو بكام؟ 10 جنيه. ب10 جنيه. كان شوي وحشو كام؟ شو 15. 15. عندك توصيل؟ عندك توصيل؟ والسنجاري ب 20. والسنجاري ب20. طب قول لنا بس ارقام التوصيل. 010 92 40 330. ده الرقم يا جماعه للتواصل. عنده توصيل لاي مكان. تمام. بس بالنسبه للناس اللي هم قريبين اكيد يعني قريبين من العوايد او ساكنين في العوايد اكيد يعني ان شاء الله هيجي يوم ياخدوا منهم ويقولوا لهم ان شاء الله ان هم تبع قناه شمس وقمر. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله عنده حاجات جميله النهارده هنا في عزبه القلعه. يلا بينا هنكمل عزبه القلعه النهارده ونشوف الحكايه ايه. شكرا. شكرا. طبعا في فلاحين قاعده باللبن. صباح الخير يا حبيبتي. بتبيعي ازازه اللبن بكام؟ الاثنين كيلو ب60، الاثنين ونص ب5. يعني الكيلو ب30. الكيلو ب30. الازازه 2 كيلو ب60 جنيه يا جماعه. هنا الفلاحين من ابيس ومن كل الاماكن بيجوا يقعدوا هنا في القلعه والاكتريتهم فلاحين ابيس يا جماعه. يعني ده اللبن ده فلاحي جميل. والجبنه القريش الجميله دي 75. ب75 الجبنه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين اسعار النهارده في عزبه القلعه. هنكمل ونشوف سوق كبير جدا وشارع كبير جدا هنا يا جماعه في عزبه القلعه. دخلنا الفراخ اهو يا جماعه ونشوف المحل دون بيبيع الفراخ بكام. الوراك عندك دي بكام؟ ب95. ب95. والبانيه البانيه ب 200.
والبانيه ب 200. كبد وقوانص كبد وقوانص ب 100. ب 100 تمام. والجناحه دي من غير رقابي دي ب 70 ب 70 من غير رقابي، ودي ب 60 ودي ب 60 عشان برقابي. عشان برقابي. برقابي. يلا بينا. الفراخ النهارده عندكم عامله كام؟ 85 جنيه كيلو الفراخ اهو يا جماعه النهارده في عزبه القلعه زي ما انتم شايفين كده. تمام كده خدنا فكره عن الفراخ، وخدنا فكره كمان عن السمك، وخدنا فكره عن الخضار. هنكمل بقيه السوق وهنشوف الاجواء ايه في قلب عزبه القلعه. يعني الساعه 11 والسوق هادي جدا. تمام. مش عارفه هو بقى بيتزحم امتى، بعد الظهر ولا هو هادي بطبيعه الحال. اللي هو الخوخ البلدي الصغير ده عامل 15 جنيه، والسكري عامل، السكري ده عامل كام؟ كام؟ 35. السكري الفاخر بيبقى مسكر جدا يا جماعه. تمام. العنب الاحمر عامل كام؟ 45. العنب الاحمر طبعا اسعار مختلفه في الاماكن، يعني في كل مكان بيبقى اسعاره مختلفه عن الثانيه. وده طبعا قلنا برتقان البلدي بتاع العصير يا جماعه عامل كام؟ نمره 1 15 جنيه اللي هو برتقان العصير على كيلو جزر بقى، واعملي احلى عصير فريش. والبطيخه عندك بتبدا بكام؟ من 70. البطيخه يا جماعه تبدا عنده من 70، واعلى حاجه عندك بكام؟ واعلى حاجه بتوصل عندهم ل 100. تمام. تعالوا بقى نشوف الموز، عشان كده يبقى خدنا اسعار الفاكهه كلها هنا. تمام. بكام الموز؟ ب 20 جنيه الموز اللي هو البلدي ابو نقطه سمرا ده. يلا بينا نشوف الدنيا ايه. تعالوا بقى يا جماعه هنا نشوفوا البلدي الحر عامل كام. عامل كام في المحلات هنا؟ بكام بتقول بكام البلدي؟ ب 140 جنيه يا جماعه. والفراخ النهارده عامله 87 اهي. تمام. الوراك عندك بكام؟ ب 90 جنيه الوراك. والجناحه ب 60. كبد وقوانص كام؟ ب 90. وقوانص عامله 90. يلا تمام. شكرا لحضرتك زي ما انتم شايفين كده. مبادرة؟ يلا بينا على قناتي. يلا بينا هنشوف الخيار. بصوا الخيار اهون يا جماعه اللي هو البلدي الفلاحي اهون ب 10 جنيه النهارده في عزبه القلعه. تمام زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك ويسهل الحال. الاسعار تنزل عشان الناس كلها تعرف تعيش. بكام الليمون بتبيعه؟ ايه؟ الليمون ربع ب7.5. الربع ب7.5. والباميه البلدي 50. ب 50 جنيه الباميه البلدي اهي يا جماعه. زي ما انتم شايفين اسعار النهارده في عزبه القلعه يا جماعه. وحزمه الخضره عامله جنيه، حزمه الجرجير عامله جنيه زي ما انتم شايفين. عندهم نعناع. وريني حزمه النعناع دي بكام دي؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه حزمه النعناع قد ايه بجنيه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بجنيه حزمه النعناع. خدي بقى الايام دي ونشفيه كده وحطيه في البرطمان يا ست الكل، هينفعك طول السنه. بسم الله ما شاء الله. البنجر كيلو بكام؟ كيلو ب 10 البنجر. الفلفل عندكم بكام؟ الفلفل بكام؟ صباح الخير. فلفل بكام؟ الربع ب3.5. يعني الكيلو ب10. يعني الكيلو ب10. والالوان بكام؟ الالوان بكام؟ الالوان النص كيلو ب 15 جنيه الالوان. والجزر بكام؟ ب5 جنيه الجزر. يا مسهل الحال. النهارده الاسعار في عزبه القلعه. نتمنى ان الاسعار تنزل عشان الناس تاكل وعشان الغلابه تاكل. والله المعين وعشان البياعين كمان تشتغل. مكملين في عزبه القلعه وهنشوف الحكايه ايه النهارده. يلا بينا. جنيه بطاطس التحميره يا جماعه ام نقطه حمراء ما شاء الله ب 12 جنيه. والصغيره دي بكام؟ ب9 جنيه الصغيره اللي هي السلق. والكرنبايه عندك بكام؟ الكرنبايه بكام؟
ب5 وب8 الكرنبيه يا جماعه، يعني احجام مختلفه واسعار كمان مختلفه. النهارده كانت جولتنا النهارده في عزبه القلعه، اتمنى ان الجوله تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من المكان وخدتوا فكره عن المكان النهارده. شير ولايك لو استمتعتي بالموضوع دوت وعجبك الفيديو، شير ولايك. ولو اول مره تشوفيني فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من شمس وقمر. مع السلامه يا احلى اخوات في الدنيا، مع السلامه.